كانت البنت الكبيرة أختها اللي أصغر منها اتجوزت، والأخت التالتة تالت واحدة ليهم بدأ يتقدموا لها عرسان، وهي رافضة الجواز. تقول من حقي أثبت وجودي في شغلي، من حقي إن أنا يكون ليا كياني وذمتي المالية، علشان لما أتجوز يكون فلوسي مع فلوس جوزي نقدر نعمل حاجة نعيش ولادنا في مستوى كويس. القصد أبوها ضغط عليها تتجوز وهي رافضة. فجه في يوم أبوها ضربها وقال لها أنا قريت فتحتك خلاص على شاب من البلد، ومش هسمح لك إنك انت تصغري كلمتي. خلاص اديت كلمة، واعملي حسابك الشبكة يوم الخميس الجاي. البنت بصت لأبوها وهي بتعيط وتقول له ازاي تقرا فتحتي من غير ما تاخد رأيي، وازاي تكون شبكتي بعد 5 أيام وانا رافضة الجواز. قال لها مفيش حاجة اسمها رافضة، الكلمة كلمتي والشورى شورتي، وان قلتي لأ هجوزك غصب عنك. وتم الجواز. متجوزة في بيت فلاح، ناس فلاحين عندهم لا مؤاخذة بهايم وحمير وكلام من ده، ولا مؤاخذة زريبة. حماتها كانت جبارة زيادة عن اللزوم. تالت يوم جواز خبطت عليها وقالت لها قومي يا حبيبتي، وانت فاكرة نفسك عروسة؟ انزلي يا عينيا، انزلي علشان تشوفي البهايم. البنت جالها حالة ذهول، قالت لها بهايم ايه يا طنط؟ انا مش واخدة على الكلام ده. قالت لها طنط مين يا الدلعادي؟ انزلي، بلاش كلام فارغ ودلع مرق بتاع بنات، وانت علشان خدت الشهادة العالية خلاص انزلي. نزلت البنت. قالت لها طب يا طنط علميني اعمل ايه يا حبيبتي وانا اعمل. قالت لها امسكي الفاس وجرودي القرف ده بتاع البهايم، وامسكي التراب ده هاتيه وطربي بيه. بدأت البنت تعمل، بتقول كنت بعمل والريحة تقرف، وبعمل وانا متضايقة والدموع في عينيا. بقى دي الجوازة يا ابويا اللي انت في الاخر تبليني بيها؟ تقول بعد ما عملت اللي هي عايزاه. قالت لها تعالي، انت رايحة فين يا الدلع دي؟ قالت لها طالعة علشان اخد دش. لا دش مين؟ تعالي دش في دماغك، ولعي الكانون علشان خاطر تأمري عليه. البنت جالها حالة ذهول، قلت لها كانون ايه يا طنط؟ انا مش متعودة في بيت بابا اعمل الكلام ده. قالت لها بلا بابا بلا ماما بلا كلام فارغ، اعملي زي ما بقولك، هات الحطب. وزعقت لها، وبدأت البنت تقول حاضر، رغم ان معاها في البيت 3 سلايف. بس حكم القوي على الضعيف. أمرت. تسكت الحما؟ لا. قالت لها تعالي، شايفة الحلل اللي هناك دي؟ قالت لها اه. قالت لها هاتي السلك وهاتي الصابون واقعدي جليهم، انا عايزة اشوفك بتجلي ازاي. البنت بتقول قعدت اقول حاضر واعمل لحد ما المغرب اذن. طلعت وانا عاملة زي الست العجوزة اللي عندها 100 سنة. قعدت اعيط في الصالة، صعبت عليا نفسي. بقى ده إثبات الوجود يا أبويا اللي أنا كان نفسي فيه؟ ليه الجوازة دي؟ بس رجعت قلت استغفر الله العظيم، نصيبي وقدري، اللهم لا اعتراض. بتقول وهي بتعيط شافت والعياذ بالله تعبان جاي يهجم عليها، صرخت وغمت عينيها وقعدت تنطق الشهادة وهي مرعوبة. فتحت عينيها ما لقتش حاجة. بتقول وفضل الوضع ده يتوحى 15 يوم. اشوف والعياذ بالله اطفال بتخرج من الحيطه، بتتشق الحيطه وتخرج منها الاطفال دي، واطفال تدخل الاوضه وترزع باب الاوضه وراها، وست منظرها وحش قوي تبقى جايه عايزه تموتني، واشوف حاجات وحشه فران وحاجات من دي. طول وانا في حاله رعب، حاله ذهول من اللي بيحصل لي، واول ما صرخ تختفي الحاجات دي. لحد ما في يوم
لقيت حماتي طالعة عايزة تاخد دش عندي. قلت لها اتفضلي يا أمي، تعالي المية في السخان. بتقول ما غابتش دقيقة، ثانية، مش هقول دقيقة، ثانية، وراحت خارجة من الحمام وطلعت من الشقة. طول ببص ما لقيتش نقطة مية في الحمام. بقيت مذهولة، طب هي كانت طالعة شقتي ليه؟ تقول وما اترحمتش، بدأت تخلي ابنها يضربني ويبهدلني ويشتمني علشان يوديني الغيط ويخليني ما اروحش شغل تاني. بتقول لحد ما خلاص جبت اخري وقلت مش هقدر اكمل في الجوازة دي، ولازم امشي باي شكل، لازم امشي. تقول لحد ما في يوم سمعتها وانا في مطبخي بعمل شاي بتقول لي ابنها اللي هو جوزي طلقها، لو ما طلقتهاش هنخرجها بفضيحة، يا إما تروح الغيط غصب عنها. تقول خفت يا توحة. كلمت 2 صحباتي من أيام الجامعة، خليتهم جهم وجابوا فاكهة معاهم في الشنط وطلعوا. عبيت هدومي وقلت لهم يلا بينا. قالوا لي الشنط تقيلة، قلت لهم حاولوا الله يكرمكم ما تقولوش انها تقيلة، علشان حماتي تحت هي وسلايفي لو مسكوكم هيفضحوني ويبهدلوني ويفرجوا عليا خلق الله. مش هيقولوا دي هدومي، لا، هيقولوا ان انا حرامية. ارجوكم، الهدوم دي في الارياف معناها كرامة الواحدة وكرامة اهلها وسمعتهم، خلوني اخرج بيهم. قالوا لها وبقية العفش؟ قالت لهم هيجي عن طريق القسم أو المحكمة لو ما جاش ودي. وبالفعل مشيوا خطوتين وهي واقفة في البلكونة وحماتها وسلايفها قاعدين في الشارع، وفجأة نادت عليهم يا فلانة يا علانة استنوا، نسيتوا الشنطة التالتة اللي فيها الجرايد وفيها الحاجات اللي انتوا عايزينها. انتوا مش كنتوا عايزين شوية جرايد من اللي انا كنت شارياها القديمة عندي؟ استنوا، خدوا من الجرايد والهدوم القديمة اللي أنا مش عايزاها. وتقول ونزلت جري وقلت لها يا طنط أنا هرمي الزبالة دي في الطريق وأنا ماشي. تقول طبعا ما كانش معايا زبالة ولا حاجة، ده أنا جبت كام ورقة كراسة على كام ورقة جورنال، حطيتهم في شنطة بلاستيك وعليهم شوية تراب وعملت شنطة زبالة ومشيت معاهم. وأول ما عديت الشارع قلت لهم هاتوا أتقل شنطة على راسي، وخدت الشنطة وجريت هي وصاحبتها على بيت أبوها. روحت لقت أبوها قاعد حزين بيفكر فيها طول الليل، وأمها نفس الشيء، فبتحكي لهم على اللي حصل لها. أبوها قال لها أنا طول الليل يا بنتي بحلم بيكي مكفية على وشك في الحمام ومضروبة ومتهانة. قالت له فعلا يا والدي أنا انضربت واتهنت كتير، وكان عايز يبيتني في الحمام لأنه خد شبكتي وخد نقوطي وقال لي ما جيبش سيرة لحد من أهلي. ولما قلت له هقول لأبويا قعد يضرب فيا طول الليل. أمها قالت لها أنا حلمت بيكي يا بنتي إن زي ما يكون طلعتي على جبل وحماتك عايزة تحدفك منه فطلعت عشان أنقذك، نزلت لقيت الدنيا وحل رغم إن مفيش مطر. قالت لها هو في وحل يا أمي أكتر من اللي أنا فيه؟ يا أبويا أرجوك اطلب منه الطلاق، أنا مش هقدر أكمل معاه. بالفعل تاني يوم جه الولد وقال له أنا عارف إن بنتك جت طلاق، أنا مش مطلق، بس وقتها ما كانش فيه خلع يا جماعة، كان هو الطلاق اللي كان شغال، وقضايا الطلاق كانت بتقعد سنين، ممكن 20 25 سنة. فقال له طلاق مش هطلق. قال له ما تطلقش. المهم أصحاب الخير بدأوا يتدخلوا في الموضوع عشان يصلحوا، مفيش فايدة. فالبنت طلبت الطلاق. قال خلاص تبريني من المؤخر والنفقة والشبكة بتاعتها اللي أنا خدتها، ملهاش أي حقوق عندي، والعفش
هي نصه وانا نصه. البنت قالت انا مش عايزة اي حاجة من اللي هو جايبها، يغور حقي هاخده ان شاء الله من عند ربي. وتم الطلاق، وبدأت تشتغل وتثبت وجودها، ومرت السنين بيها. وبعد 15 سنة هقول لكم اللي حصل لها، بس في الحلقة الجاية. استنوني، سلام.